Oui, avec l'Anderlechtois Sofiane Hani. إذا مع سفيان هاني كيف تشرح هذا الأقصاء؟ لم يكن ينتظره أحد، الأمر مذهل. الفريق الجزائر العتيد يتم إقصاؤه، فعلا لم نكن ننتظر ذلك، أن يتم إقصاؤنا من الدور الأول من كأس إفريقيا، ولا يجب أن نكذب على أنفسنا. كرة القدم عندما لا تكون جاهزا فيها على الميدان فإنك لا تستحق الفوز، ولم نبذل الجهد اللازم ولم نستحق التأهل، ونحن نحس بخيبة أمل خاصة من أجل الشعب الجزائري، وكنا نريد أن ننجز أفضل من ذلك وأن نتدارك في المباريات القادمة. إذا ربما لم تستعدوا بطريقة جيدة، من الصعب أن نفهم ما الذي حصل إذا ما رجعتم أنفسكم. لا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتحدث عن الاختيارات التكتيكية أو التحضير للمباريات. أعتقد أننا نحن اللاعبون المسؤولون على الميدان، لدينا لاعبون كبار بموهبة عالية، ونعلم أن ذلك لا يكفي كرة القدم، خاصة في القارة الإفريقية كانت تنقصنا العديد من الأشياء، ونحس بخيئة أن نريد تصحيح الأوضاع. هي أزمة على مستوى كرة القدم في الجزائر. لا نقول أن كأس العالم انتهت، ولكن الحظوظ ليست سهلة، وهذا الإقصاء عقد الأمور. ما هي الأسباب؟ حسنا، هي فترة محرجة بالنسبة للمنتخب الجزائري، وفيما يخص التأهل لكأس العالم حسابيا لا زال بإمكاننا، وعلينا أن نؤمن بذلك وأن نقدم أقصى ما لدينا. اليوم أعتقد أننا حاولنا أن نظهر عقلية أفضل من المباراتين السابقتين، وعلينا أن نبقى بهذه الذهنية وأن نصحح أخطائنا. شكرا لك سفيان. تعادل آخر، تعادل ثالث. حسنا، أعتقد أن الأصعب في الأمر اليوم كان ردة الفعل بعد التقدم في النتيجة على الهدف الثاني الذي سجلناه بعد 3 دقائق. تلقينا هدف التعادل. أعتقد أن كان هنالك نقص في التركيز، ذلك الذي كلفنا التأهل، حتى وأننا كنا نعلم أن الأمور لم تكن بأيدينا، مع الأمل في انتظار نتيجة المنتخب التونسي، ولكن نحس بخيبة أمل كبيرة. تلك هي الحقيقة. من الصعب جدا الخروج من الدور الأول، وآمل أننا سنرفع رؤوسنا ونصحح أخطائنا ونتفادى مثل هذه الأخطاء. اليوم ليس لدينا أي أعذار، خسرنا، علينا أن نتدارك. ليس لدينا الحق أن نقدم هذا الأداء. الجمهور الجزائر كان ينتظر على الأقل انتصار، ولكن لم يحصل أي انتصار. ما تقولون لتصبير الجمهور الجزائري ولطمأنته لإقصائية كأس العالم؟ نحن نعلم أن الشعب الجزائري كان ينتظر الانتصار وينتظر التأهل للدور القادم، ونحن كلاعبون أردنا ذلك، ولكن نحن رجال علينا نتحمل مسؤولية. لم نتأهل لأن هنالك أسباب وهنالك أشياء لم ننجح فيها. من الأمر صعب جدا، لا أجد الكلمات. الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هو أن علينا أن نرفع رؤوسنا وأمام شعبنا، وأن نواصل. نحن نحس بألمهم ونريد أن نمتعهم، ولكن نأمل إن شاء الله أننا نكون أفضل في المباريات القادمة. شكرا جزيلا لك. إذن علامات الخيبة كانت واضحة جدا على وجه ياسين إبراهيم الذي قالها: نتحمل المسؤولية نحن اللاعبون. شكرا زميلي بلال. إذن كلام جميل واعتراف أيضا بالذنب، وهذه هي كرة القدم. لكن ليكنز ماذا يقول بعد إبعاد الجزائر من هذه البطولة؟
معنا جورج ليكنت. إذا فعلت كل شيء حتى تفوز، حتى وإن فزتم. المواجهة مع السنغال لم تكن كافية، ليس كذلك؟ كان علينا أن نلعب من أجل الشرف، وذلك ما قمنا به. صنع العديد من الفرص للتهديف ونشعر بخيبة أمل. أنا لم أفهم الحكم، لا أتحامل عليه، ولكن من الغباء التصفير، وبقي دقائق للعب، وأنا فخور باللاعبين وبأدائهم. أخذنا المبادرة على فريق السنغال متميز رغم التغييرات، ومن الصعب اللعب ضد لاعبين يريدون إبراز أنفسهم من مدربهم. كانت مباراة فريق جيدا ونخرج برأسنا مرفوعا. الجزائر والجزائر كانوا ينتظرون على الأقل التأهل لربع نهائي. خيبة أمل كبيرة بالنسبة للشعب الجزائري. هل يمكن أن نتكلم عن الفشل؟ حسنا، اللاعبون رد الفعل، وأنا قلت أن السنغال كان من أكبر المرشحين للتأهل، ولكننا أثبتنا أن نلعب كرجال في وضعية صعبة. الأمر ليس بتلك السهولة، وهي تجربة وخبرة مهمة بالنسبة للمستقبل. المنتخب الجزائري في وضعية مأساوية بعد الإقصاء من تعتقد أننا أقصينا من كأس العالم. الأمر صعب جدا بعد الإقصاء. الأمر ليس سهلا بالنسبة للجزائريين، لا، الأمر ليس سهلا فعلا، ومهنتي ليست سهلة. أنا لست متفق مع رأيك. يمكننا الفوز ضد زامبيا، وذلك معنى أن نلعب بنفس التحفز وبنفس الهمة، ونتفادى الأخطاء الصغيرة التي قمنا بها ضد المنتخب التونسي والمباراة ضد زيمبابوي. وبصفة عامة هي خيبة أمل، لا يمكن أن نقول العكس، ولا يمكن. يجب أن نستفيد من الدرس المستقبل، وهو منطقي. سؤال أخير كوتش، عندما تسوء الأوضاع الناخب الوطني يكون دائما مستهدفا. هل تحس بالخطر في دورك كناخب وطني في الأسابيع القادمة؟ أنا دائما متأكد من العمل الذي أقوم به، وأنتم تعلمون ليس لم تكن هدية أن أستلم المنتخب في تلك الظروف، ليس لم يكن حلما، ولكن علينا أن نجتهد، وعلينا أن نحسن العمل خاصة للتأهل لمونديال روسيا، وعلينا أن نعمل على هذا الخط. واللاعبون أثبتوا أنهم بإمكانهم ردة الفعل مهما كانت الظروف صعبة. بعد الخسارة ورغم التعادل اليوم متيحة لنا الفرص حتى نفوز هذه المباراة، وأنا غاضب على الحكم الذي أنهى المباراة قبل وقتها. شكرا لك كوتش. الشعب تاعنا يتنفس بكرة القدم. أنا قبل ما نكون لاعب كرة القدم كنت شعبي جزائري، كنت على بالي بلي الشعب تاعنا يلعب يتنفس كرة القدم، ونقول لهم لي احنا درنا كلش باش نفرحوهم، ما نقصنا حتى جوج باش نفرحهم، والله غالب، الله غالب ان شاء الله. كما قلت نتعلموا من الاخطاء تاعنا، وان شاء الله نفرحوهم من القدام، باسكو على بالي بلي راهم معنا في السراء والضراء. بالتوفيق اسلام، شكرا جزيلا. شكرا. ايضا زميلي الاخضر كان هذا اسلام في هذا البلاطو الحي والمباشر لمباراة الجزائر السنغال. المحاربون خرجوا رسميا من كأس أفريقيا. خذلتمونا بعدما وضعنا فيكم كل الثقة، قتلتم أحلامنا، ونحن من كنا نرى فيكم أبطالا ومحاربين، وخرج علينا رئيس الفافي مصرحا أنكم ستعودون بالتاج القاري. ألستم أحسن فريق إفريقي وعربي، ووضعت لكم كل الإمكانيات، لكن لا روح ولا انتفاضة ولا جرينتا ولا أي شيء. لماذا يا محمد يا روراوة بعت لنا الأوهام وجعلتنا نحلم ونريد ونقول قلنا معليش؟ نعم، لا روح ولا انتفاضة ولا جرينتا ولا أي شيء. لماذا يا محمد يا روراوة بعت لنا الأوهام وجعلتنا نحلم ونزيد وقلنا معليش؟ ضعوا كل الإمكانيات المادية والمعنوية للفريق الوطني حتى يفرح هذا الشعب.
تعادل وخسارة وبعدها مهزلة. لماذا يا ليكانز ضعيف أنت وأثبت ذلك مع منتخبنا؟ خلاص خرجنا من الكان، الآن نتحدث عن المحاسبة كل مسؤول على هذه الانتكاسة. درتوا رايكم وبهدلتونا. لماذا أيها اللاعبون؟ لماذا يا إسلام يا سليماني كنت سببا في زعزعة استقرار المجموعة ولم نراك في الميدان؟ لماذا يا إبراهيمي ويا محرز؟ وأين هو فيغولي ومجاني؟ لنكن صريحين ولو مرة واحدة، لماذا أبعد الثنائي؟ لماذا يا رجال الصحافة ترفعون سيف الحجاج دائما مع كل المدربين؟ ألستم أنتم من أسباب رحيل ألي لوزيتش واليوم تتغنون بصرامته؟ لماذا دائما يا محللي بلاطوهات ويا محللين ولاعبين قدامى تخلقون هوة بين المحترفين والمحليين؟ لماذات كثيرة نريد ونبحث عن إجابات لها، لا كان ولا تأهل المونديال. اليوم نريد إجابات. وربما مشاهدينا الأفاضل، اليوم المنتخب الوطني استفقنا من حلم، طول المدى تاعو. محمد، المنتخب الوطني خلاص خرج من سمير عفوا خرجنا من الكان بخفي حنين، لا نتيجة لا أداء.